يا جدعان اقسم بالله انا بمر بحاله صعبه. انت متخيل كده في حد شغالك في حياتك مش مطلعك من قدام؟ والله مش مطلعك من قدام. في واحد او واحده لئيمه كده، مش عارف هي مين، الله اعلم، بس قاعد كده متربص لي كانه بيقول لي انا مش هجيبك يوم قدام. فيا جدعان كل واحد يبص في طبقه، محدش يبص في طبق غيره. انت متخيل تبقى قدامك طبقك وبص في طبق غيرك؟ لا انت اللي هتستفاد ولا هو هيستفاد. انت مش هتستفاد عشان انت مش هتاكل منه، هو مش طبقك، مش هتمد ايدك فيه عشان مش بتاعك. وفي نفس الوقت مش خليه مش استفاد، هو مش هيستفاد عشان انت مررت عليه بصيت له فيه. فلا انت هتستفاد ولا هو هيستفاد. فبص في طبقك يا صاحبي عشان تشبع. في نفس الوقت يا جدعان يعني كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه. يعني الحمد لله انا بحمده على القليل قبل الكتير. فانت صاحبي حب الخير للغير يجيلك الخير اللي عدى عندك. انا عارف ان في ناس هتحس بيه عشان في ناس برضو طالعه لها زي الزرطه بتبص لها في حياتها. في ناس كتير هتحس باللي انا بقوله. فيا جدعان كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه ويبص في ورقته عشان ينجح.